السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في قناة وصفات ومعلومات. يا رب تكونوا بخير جميعا في احسن حال. النهاردة ان شاء الله يا بنات هنجهز كده شوية سمبوسك لرمضان. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير يا رب. خلاص رمضان قرب. بتبقى مقبلات حلوة ولذيذة وبتأكل يعني اكتر من الاكل العادي. طريق بمكونين عاملاها بالجبنة بالخضار. وعايزه اقول لكم بقى طريقه القلي ازاي علشان تحصلي على سمبوسك مقرمشه وما تضطرش منك بعد القلي بشويه، تفضل محتفظه بقرمشتها لحد اخر واحده. بتسخني الزيت الاول وبعد كده بتنزلي السمبوسك فيها وما بنملاش الطاسه قوي، حوالي 5-6 حبات كده في الطاسه، وبعد كده بنهدي النار لحد ما تستوي على الوشين وبتقدميها بالشكل ده. يلا نروح نشوف الطريقه ازاي. هنا كده يا بنات عندنا بقى الحشوات اللي هنحشي بيها السموسك بتاعتنا. عندي كده جبنه. عندي دي جبنه سعودي بتبقى انقعها في الميه شويه علشان تبقى عدبه، وعندنا جبنه موتزاريلا، ودي جبنه حلوم برضو ببقى انقعها في الميه شويه عشان الحلوم بتبقى حادقه شويه علشان لما ناكلها ما تعطشناش، يعني نحاول نتجنب الحاجات اللي فيها املاح. وعندي هنا خضار مشكل. الخضار دوت انا سلقت بسله وجزر وبطاطسايه كبيره وسلقتهم كويس حوالي 10 دقايق كده على النار. بعد كده بقى اخدتهم شوحتهم في مع بصله كبيره. حطيت بصله كبيره على النار مع شويه زيت زيتون وشويه كركم وشويه كاري وشوحتهم كويس قوي مع بعض، وبعد كده نزلت بالخضار وقلبته مع بعض تقليبه كويسه. بعد كده نزلت عليه ظبطت الملح ونزلت عليه شويه كزبره وبقدونس متقطعين بيديله طعم حلو قوي. ودي عندنا رقائق السمبوسك، دي كميه كويسه فيها. الباكت ده فيه 100 ورقه ان شاء الله. انا هعملهم كلهم بحيث يكفوني رمضان كله، محتاجش احشي تاني. اول حاجه بقى احنا هنفتح السمبوسك بتاعتنا كده يا بنات. انا فتحت السمبوسك بتاعتي، ببدأ بقى اسحب منها كده ورقة واحطها على حاجة، وبعد كده بغطي بقى السمبوسك من هنا كده علشان ما تنشفش مني. يفضل فوطة مبلولة علشان ما تنشفش مني واجي اعملها تبقى متكسرة في ايديا. وجهزت هنا معلقة دقيق على معلقة دقيق كبيرة وشوية مية علشان اثبت بيها طرف السمبوسك عشان ما تفتحش مني وانا بقليها. اول حاجه كده ببدا بالنوع اللي هشتغل فيه الاول، يا اما الخضار يا اما الجبنه علشان ما يتلخبطوش مع بعض. وعندي هنا كده طبق كده ومغطياه عشان اللي اعمله احطه هنا واغطيه. اللي احشيها احطها هنا واغطيها علشان برضو ما تنشفش مني. كده هتشتغلي بقى في الجبنه الاول مثلا او في الخضار، وبعد كده بتغطيها، وبعد كده بقى يعني بنعمل نوع علشان ما يتلخبطوش مع بعض. ببدأ بقى كده الف السمبوسه، اخدها كده احط قطعه مثلا من الجبنه واوديها كده هنا بالشكل ده، الطرف ده على الطرف ده، واخدها لقدام على نفس الاتجاه، وبعد كده اوديها كده بالشكل ده كده. هعمل واحدة كمان معاكم. بحط قطعة الجبنة واودي طرف السمبوسك على الناحية التانية هنا، وبعد كده ارجع بيها اطلع بيها قدام، وبعدين اوديها للطرف التاني كده، واحاول اشتغل بسرعة علشان السمبوسة ما تنشفش مني. كده بالشكل ده. هبدأ بقى يا بنات اعمل معاكم حشوة من الخضار عشان اوريكم برضو. باخد كمية كده زي ما قلت لكم،
بالشكل ده كده. هعمل واحده كمان من الخضار، مكترش حشو قوي علشان ما تخرجش مني. كده يا بنات بقى انا هكمل الكميه كلها واغطيها، ولما الاقي الكميه مناسبه على قد اكله يعني تكفي مره بكيسها واشيلها في الفريزر عشان ما تنشفش، وبعد كده بخلص بقيه الكميه. انا كده هخلص بقى كميه الخضار والجبنه، واخلص كل الكميه بتاعتي دي، وبعدين ارجع لكم نشوف هنكيسهم ازاي ونفرزهم ازاي. كده يا بنات خلاص انا عملت السموسك بتاعتي، حشيتها كلها وكيستهم بقى كده في الاكياس على قد كده مره، يعني على قد الوجبه. بعد كام واحده مثلا على حسب الافراد اللي عندك، وبتكيسيها بالشكل ده، بتحطيها في الفريزر، ولما بتطلعيها مش شرط تسيبيها تفك يعني، او عادي لو فكت يعني مش مشكله مع السمبوسك، سواء بنخليها بس حوالي 5 دقايق كده وبعدين نقليها، ولو فكت خالص برضو يعني مش مشكله، ما بتتأثرش. بنقليها على نار هادية، بنسخن الزيت وبعدين نهدي النار ونقليها لحد ما تاخد لون ذهبي معانا. وان شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم الطريقة. جهزوا بقى كده علشان رمضان نوفر وقت ونقدر نتفرغ للعبادة، وربنا يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. يا رب الفيديو النهاردة لو عجبكم تشتركوا معايا في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد، واشوفكم فيديو جديد على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.